أهلا أهلا، كيفكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مس سلمى، معلمة رياض أطفال، بقدم التعليم والرسم للأطفال والأمهات والمبتدئين بأسلوب بسيط وممتع وسهل. النهاردة هنتعلم ازاي نرسم فيل من رقم 45 خطوة بخطوة بطريقة سهلة جدا وممتعة للأطفال والأمهات. هات ورقة وقلم ويلا نبدأ. أول حاجة هنكتب الرقم زي ما هو مكتوب كده بالظبط، ونخلي نمبر 4 تحت شوية عن نمبر 5. بعدين من عند أول نمبر 5 هننزل بكيرف كده يكون موازي للكيرف اللي تحت، ونقفلهم من تحت بالشكل الواضح ده. بعدين هعمل شوية خطوط هنا علشان أوضح شكل الخرطوم، أو زي ما بنقول الزلومة. وبعدين نرسم من جوه عين، نص دايرة، وبعدين خط، وجوه نرسم دايرة تانية صغيرة. ونفس الطريقة الابتسامة، هنرسم نص دايرة وبعدين خط بس بالمقلوب. هنيجي فوق عند الزاوية اللي على الشمال ونطلع بخط مايل، وبعدين نعمل تموجات لتحت ونقفلها بخط من تحت زي ما باين كده، ونمسح الزوايد لو فيه. وبعدين هنيجي من هنا، يعني تقريبا في نفس مستوى الراس، نمشي شوية وننزل بكيرف لغاية تحت يكون موازي للخط اللي على اليمين، ونخليه طويل شوية عن اللي قدام، بس أنا هنا طولته شوية عن اللزوم وهرجع امسحه. بعدين نعمل خط تاني جنبه من عند الزاوية ونربطهم ببعض من تحت، وخط تاني من جوه شوية علشان تبان الرجل التانية. ومن قدام انزل بخط من جنب خط الودن ونربطهم ببعض، ونعمل جنبه خط تاني ونشكل من جوه تموجات من تحت علشان تدينا شكل الضوافر. وجوه الودن هنا نعمل شوية خطوط، ونعمل كمان فوق الظهر شوية خطوط. ومن نص الكيرف هنا هنزل بخط ونرسم شكل شبه المعين علشان يبان شكل الديل واضح. ونيجي من عند الخط ده نرسم نص دايرة ونعمل جواها خطوط مايلة. هنطلع فوق ونرسم سحابة وجنبها سحابة تانية وشمس. دلوقتي هنحدد الرسمة بالقلم الأسود علشان تبان أوضح، وأسيبكم انتم تلونوا بالطريقة اللي بتحبوها والكتاكيت كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم والرسمة حبيتوها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا كل جديد وسهل في عالم التعليم والرسم. يلا أسيبكم مع فقرتي المفضلة.